اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن حال، وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى هنعمل مع بعض عيش للسحور. عيش حلو جدا وبمقادير بسيطة وعلى عين البوتاجاز كمان لو ما عندكيش فرن. وبجد النتيجة هايلة وجميلة وهتعجبكم. يلا بينا بقى نخش نشوف الفيديو ونشوف عملنا العيش الحلو ده ازاي. معايا ده نص كيلو من الدقيق. انت بقى تقدري تعملي الكمية اللي انت عايزاها، انا بس يعني بوريكي بكمية بسيطة انت تقدري تعملي ايه احلى عيش. لكن انا لما بعمل كمية اكبر من كده. معايا نص كيلو دقيق، حطيت عليه معلقة كبيرة من الخميرة، وحطيت عليه نص معلقة من السكر، ورشة من الملح، ونص معلقة كده ايه من البيكنج باودر. وهقلب كل المكونات دي كده مع بعض كده كويس. ومعايا بقى ايه معلقتين كده ايه خل، معلقتين خل ده محسن، ومعلقتين زيت، وتقدري تستغني عنهم خالص، مش اساسي في الوصفة يعني. معايا بقى مية دافية كده للعجن، وهبدأ ان انا اعجنه. مبدئيا بقى لو انت اول مرة تشوفي قناتي، يا ريت تشتركي فيها وتفعلي الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلك. حطي مية كده بقى بالتدريج، ما تحطيش المية مرة واحدة، لان في دقيق بيقبل السوائل وفي دقيق ما بيقبلش. عايزه اقولك النتيجه جميله جدا والله العظيم. العيش ده كان تحفه تحفه، وكله انتفخ كده على عين البوتاجاز، وهتشوفوه معايا وانا بسويه، وما خدش معايا اي مجهود. حلو جدا للسحور، جميل، ويتعمل سندوتشات ويتعمل حواوشي، لان بيتفتح وطعمه حلو. هنشتغل بقى كده على الرخامه بتاعتي نضيفه. انا ايه ببل ايدي بس بسيط من الميه وبعجن فيه. دي 5. بلة بسيطة كده بايدي، لاني انا شايفة ان هو مش محتاج معايا مية تاني، وبشتغل بقى فيه كويس كده. انا ببل ايدي بس لحد ما العجينة بتاعتي تنعم، ويبقى كده ايه خلاص. الحركة دي حلوة جدا، ما بتتعبكيش زي ما بتقعدي تعجني في الطبق، وبتديكي نتيجة حلوة في العجن. خلاص بقى انا كده خلصتها وكورتها كده، واحطها في الطبق بتاعي، وهغطيها واسيبها بقى ايه تخمر، ونرجع ايه نشكلهم مع بعض. خلاص كده العجينة بتاعتي كانت خمرت، قعدت حوالي نص ساعة. رشة بسيط من الدقيق، وهبدأ ان انا اقطعهم ايه رغيفة كده. الحجم برضو اللي انتي بتحبيه، الحجم اللي انا عاملاه ده كان كويس. عايزاه اصغر من كده ماشي، عايزاه اكبر من كده برضو ماشي. ليه؟ بلعب بتاع.
خلاص بقى خلصتيهم، اسيبهم يرتاحوا شويه ونرجع ايه نكمل مع بعض. هنا بقى بعد ما خلاص ارتاح معايا بقى رشه برضو بسيطه من الدقيق على الرخامه، وهبدا ان انا افرده. على فكره تقدري برضو تعمليه في الفرن البوتاجاز، برضو هيبقى جميل جدا. تحطيه بقى على صينيه كده، تكون مسخنه الفرن جامد، وترصيه في الصينيه وتدخليه وتولعي عليه بقى من تحت ومن فوق عشان يتنفخ معاكي ويستوي يبقى حلو. هنا بقولكوا انا عايزاه السمك كده، هركنه بقى كده على جنب واخد ايه رغيف غيره. وترشي بقى حاجه بسيطه كده على الرخامه عشان الايه العيش بتاعك ما يلزقش على الرخامه. سهل جدا جدا، ما خدش وقت. ونص كيلو دقيق طلع معايا حوالي 12 رغيف. ولو انت عاملاه اصغر من كده يطلع معاكي كميه ايه اكتر من كده كمان. هنا بقى بعد ما خلصتهم وشكلتهم كلك بالشكل ده، سيبهم بقى يرتاحوا شوية، ونولع بقى كده ايه على على النار اي صينية عندك تشتغلي بيها. ما بياخدش وقت وبينتفخ كده وجميل. شايفين؟ تحفة والله العظيم تحفة، والطعم كمان حكاية. شايفين قابب ازاي وبيتنفخ ازاي؟ جربيه بجد هيعجبك ويعجب الاولاد، وخفيف كده في السحور. وكمان لو على الفطار انتي عامله بقى فراخ مشويه، كفته حياتي، الحاجات دي جميله، يعني العيش ده هيبقى حلو قوي معاهم. خلاص بقى كنت خلصت الكميه كلها سوا كده. شايفين الجمال؟ حاجه كده فوق الخيال. وعلى عين البوتاجاز كمان ما خدش معانا وقت. شايفين؟ مفرغ من جوه اهوت وكله مفتح ومستوي، مش ني ولا حاجه. ما تنسيش بقى تحطيلي لايك.